في نيويورك إيدي بيحاول يرجع عربيته من الورشة، بس حتى لما عرض كل فلوس الإيجار المبلغ ما كانش يكفي يدفع الفاتورة. في اللحظة دي بنته سارة بتتصل بيه بس بيتجاهل المكالمة ويفضل يتخانق مع الميكانيكي. إيدي بيحاول يشرح له إنه محتاج العربية علشان يروح ياخد بنته ويشتغل في التوصيل، بس الميكانيكي مش فارق معاه ورافض يساعده. بعدها بيجيله مكالمة من طليقته وبتزعق له لأنه لسه ما راحش ياخد سارة اللي لسه مستنياه في المدرسة. بتفكره إنه عمره ما حط بنته أولوية في حياته وتقفل السكة في وشه. إيدي بيبدأ ينهار من الضغط وبيلاحظ محفظة موظف مرمية على الترابيزة، يستفزه بكلمتين لحد ما الموظف يزقه على الترابيزة، وساعتها يسرق المحفظة من غير ما حد ياخد باله. ولما يخرج يفتحها لكن يكتشف إن فيها شوية فكة ومفيش مبلغ محترم. يوصل للشارع الرئيسي ويبص حواليه يدور على ضحية مناسبة، بس مفيش حاجة سايبة لوحدها. بيقعد يجرب يفتح أبواب العربيات عشان يلاقي واحدة مش مقفولة، بس مفيش أي باب بيتفتح. واحدة من العربيات فيها باب بيعمل صوت نباح بيخوفه، بس بعدين إيدي بيصاحب الكلب اللي ورا الباب ويديله المية كمان. بيحاول يتصل بأصحابه ويطلب منهم فلوس لكن محدش ساعده. كمان جرب يشتري تذاكر ينصيب بس مفيش ولا واحدة كسبانة. المرة اللي بعديها لما سارة بتتصل بإيدي بيرد عليها وبيسمعها بتشتكي إنه سابها، بس على الأقل بتقوله إنها لسه بتحبه. بعد ما المكالمة بتخلص إيدي بيلاحظ عربية فخمة واقفة في مكان هادي وبيجرب يفتح الباب، وبصدمته الباب بيكون مفتوح. على طول دخل العربية وبدأ يدور على أي حاجة ممكن ياخدها بس ملقاش غير نظارة شمس. لما حد بيعدي جنب العربية بيبص بعيد عشان يخبي وجهه. لما ملقاش حاجة يسرقها بيحاول يطلع لكن الباب يقفل لوحده ويتقفل كويس. بيبدأ يهرب ويتحرك من باب لباب بس كله مقفول، ولما حد تاني بيعدي يختبئ تاني. بعدين بيبدأ يضرب ويخبط على الشبابيك بس ما بتتكسرش ولا حاجة. فجأة التابلت اللي على التابلوه بيبدأ يرن بمكالمة من جهة اتصال اسمها رد عليا. إيدي بيتجاهل المكالمة ويفضل يحاول يلاقي طريقة يخرج بيها من غير ما ياخد باله إن في كاميرا مخفية في العربية واحد بيراقبه من خلالها. في الآخر بيلاقي مفتاح عجلة في صندوق التابلو وبيحاول يكسر بيه الإزاز بس برضه مفيش فايدة. لما التابلت بيبطل يرن إيدي بيكسر الغطا اللي على الباب ويحاول يدخل إيده جواه، بس للأسف بيتعور من حديدة جوه الباب. التابلت بيبدأ يرن تاني وإيدي لسه مش بيرد وبيكمل يحاول يشيل الغطا بس الباب برضه مش بيفتح. بعد كده بيجرب موبايله بس مفيش شبكة خالص، ولما بيحس إنه مفيش حل تاني بيضطر يرد على المكالمة. وهنا بيقابل ويليام صاحب العربية. إيدي بيشتمه وبيقوله يخرجه في الحال بس ويليام بيضحك، وفجأة الكراسي تديله صدمة الكهرباء كنوع من العقاب. ويليام بيشرح إن عربيته اتعرضت للسرقة 6 مرات ومفيش حد اتقبض عليه، عشان كده ركب نظام أمان خاص بيخلي العربية تتصرف زي سجن. إيدي بيخاف جدا فطلع مسدس من شنطته وضرب في الشباك، بس الرصاصة ارتدت من الزجاج المضاد للرصاص وطلعت في رجله وده خلاه يتعور جامد. في اللحظة دي ست ركنت عربيتها جنب المكان وإيدي حاول يطلب منها مساعدة بس الشبابيك كانت مظللة ومعزولة عن الصوت، فالست استخدمتها كمرآة وخلت المكان. رجله كانت بتنزف دم كتير لكن ويليام رفض يتصل بالإسعاف وقال إنه هو دكتور بنفسه. لما إيدي جرب موبايله تاني لسه الشبكة مش شغالة، وويليام وضح له إن العربية عملت تشويش على كل الشبكات. إيدي حاول يربط رباط جزمه حوالين رجله عشان يوقف الدم بس ده ما كانش كفاية، وويليام بيستمر يصعقه بالكهرباء كل ما يقول كلمة وحشة، فخلى مزيج النزيف والكهرباء يخلي إيدي يفقد وعيه. لما صحى إيدي كان بالليل والدنيا مطر، وبالصدمة لقى رجله ودرعه متضمدين. بيفتش في شنطته عشان يلاقي حاجة ياكلها أو يشربها بس إزازة المية وكيس شيبسي كانوا فاضيين. الصبح ويليام اتصل تاني وحاول يحكي قصة من حياته، فإيدي انفجر من العصبية وويليام رجعه يصعقه بالكهرباء، وبعدها شغل المكيف وبدأ يشغل موسيقى يودل بصوت عالي جدا. في البداية إيدي قال إن الأغنية معقولة بس لما استمرت الساعات كلها جننوا الكلام ده. في الليلة دي إيدي كان بيترعش من البرد فاضطر يستخدم كسوة الكراسي كبطانية، ولما ويليام اتصل إيدي اعتذر بجد وقال إنه مش هيكون قليل الأدب تاني. من غير ولا كلمة ويليام طفى التكييف لكن لسه مش ناوي يسيبه يمشي. تاني يوم الصبح إيدي اضطر يتبول في إزازة المية الفاضية وبعدها بدأ يبوظ في العربية على أمل يلاقي مخرج بس مفيش حاجة نفعت. ولما ويليام اتصل يسخر منه إيدي لمح حد واقف في بلكونة بيبص ناحيتهم. بدأوا يتكلموا ولما إيدي رد بأسلوب ساخر اتكهرب تاني، بس ده ما منعوش من إنه يقول لويليام إنه لو سابه يموت هو اللي هيتورط.
إيدي وضح إنه عمره ما قتل حد والسلاح اللي معاه بس للدفاع عن نفسه، لكن ويليام مهتمش وقال إن البوليس فاشل ومش هيمسكه، وكمان اعترف إنه عنده سرطان وبقيله 4 شهور يعيشهم، وعشان كده عايز يحس إنه عمل فرق. قال إن النظام فاشل ولازم هو اللي يحقق العدالة. طلب من إيدي رقم الضمان الاجتماعي بتاعه علشان يشوف سجله، لو دي أول مرة يسرق هيراعي معاه شوية، لكن لو طلع له سوابق هيقطع صوابعه زي ما بيعملوا مع الحرامية في بعض الدول. إيدي رفض يديه الرقم وقال إن الناس مش بتسرق من فراغ، الناس مضطرة تسرق لأن النظام ما بيوفرش شغل والناس الأغنياء زيه واخدين كل الفلوس. ويليام اتضايق وصدمه بالكهرباء تاني وقفل المكالمة وشغل الموسيقى من أول وجديد. وبالليل الحرارة جوه العربية بدأت تعلى بطريقة فظيعة، وإيدي اضطر يقلع هدومه علشان يستحمل الجو، حاسس إن المطر بيسخر منه، وفكر يشرب البول بتاعه بس ما قدرش. ويليام اتصل بيه تاني وعرض عليه مية والجو يرجع لطبيعته مقابل رقم الضمان الاجتماعي. إيدي ملقاش حل تاني واضطر يوافق، وأول ما ويليام خد الرقم طفى السخونية وكشف له إنه كان مخبي إزازة المية تحت الكرسي من أول ما دخل يعالجه. بعد ما شرب الزجاجة كلها مرة واحدة، إيدي حاول ينام بس حاجة في جيب الجاكيت بتاعه مضايقاه، كانت تذاكر اليانصيب اللي اشتراها قبل كده، وكان في واحدة ما خدش منها كل الحكاية، فجرب يخدشها دلوقتي وبدأ يضحك لما اكتشف إنه كسب الفلوس اللي كان محتاجها. ويليام اتصل تاني عشان يعرف إيه اللي بيحصل، وإيدي طلب الأكل بجد ونية صافية واعتذر عن غلطه بكلام لطيف. ويليام قرر إن إيدي مش مريض نفسي وفتح صندوق القفازات اللي في العربية عشان يديله حاجة ياكلها. إيدي خدها بسرعة ولاحظ مفتاح جوه الصندوق قبل ما يتقفل تاني. ويليام قطع المكالمة لما جاله اتصال تاني، لكن إيدي سمع صوته على السماعات والحديث أكد إنه دكتور. بعدين ويليام قال إنه لازم يمشي، وإيدي شاف حد على البلكونة بيتحرك وكان ده الخاطف بتاعه. لما ويليام مشي عن البلكونة، إيدي رفع إصبعه الأوسط للكاميرا ومحدش رد عليه، يعني ويليام ما بقاش بيراقبه. بعدها كسر صندوق القفازات وصور الدوائر الكهربائية جواه عشان يحللها. حط إيده وجرب يوصل للمفتاح بس خسر ضفره بشكل مؤلم. حاول تاني وفجأة الكراسي بدأت تصعقه بالكهرباء لأن ويليام رجع وشافه. في اليوم اللي بعده إيدي قاعد على الكرسي الأمامي كأنه بيستريح، وكانت رجله جوه صندوق القفازات بيحاول يوصل للمفتاح. اليوم اللي بعده جسده بقى ضعيف جدا لدرجة إنه ما كانش عنده خيار غير إنه يشرب بوله. الليلة دي أخيرا رجل إيدي قدرت توصل للزرار وفعلت العربية، فبيقفز على كرسي السواقة وابتدى يتحرك بالعربية، بس العربية وقفت بعد كام دقيقة. ويليام كلمه علشان يهزر عليه والعربية مشيت تاني، لكن المرة دي ويليام هو اللي بيحركها عن بعد. العربية بتلف في الشوارع وويليام شغال مزيكا كلاسيك وبيقول إن الكل عايش في خوف عشان الجريمة مسيطرة على نيويورك. إيدي اتوتر لما العربية بدأت تمشي بسرعة خطيرة، ولما وقفت في ممر صغير مظلم لقى 2 بلطجية بيضربوا واحد. ويليام شغل نور العربية وزمر، والبلطجي رفع قميصه عشان يوري السلاح اللي معاه. العربية زادت السرعة وداست على الراجل وويليام بيضحك. التاني جري خايف وهو بيطلق نار ورا ظهره، بس الطلقات ما عملتش حاجة في الزجاج المضاد للرصاص. ابتدت المطاردة والبلطجي لف فجأة عشان يفلت من العربية، لكنه لقى الشارع مسدود بباب حديد. ويليام سرع العربية وخلاها تضرب الباب عشان تصدم الراجل. لما الراجل حاول يقف على رجله، العربية فضلت تدفع لحد ما الراجل اتجرح جامد وبدأ ينزف. بعد ما صرخ كتير، إيدي أخيراً قدر يقنع ويليام يهدى والعربية رجعت ورا، لكن ويليام كان بيهزر ورجع العربية تتحرك عشان تسحق دماغ الراجل. إيدي زعل جداً وانفجر في شتايم، وويليام شغل مزيكا عالية والعربية كملت تلف في الشوارع بسرعة رهيبة، وكانت بتفلت من العربيات التانية بصعوبة. بتدخل موقف عربيات وطلعت على الرمبات بسرعة لحد ما توصل السطح، وهناك العربية شدت السرعة أكتر عشان إيدي يحس بالاهتزاز. إيدي بيفزع لما شاف العربية قربت من حافة السطح، بس العربية وقفت في اللحظة الأخيرة وده خلى إيدي يضرب دماغه ويفقد الوعي. الصبح لما صحي لقى العربية لسه ماشية في وسط المدينة. ويليام قال له إنه راح لعيلة إيدي وكمان خد سارة للمدرسة متخيل إنه شغال في منظمة خيرية. ويليام وبخ إيدي عشان مش بيدفع نفقات الطلاق لسارة، والعربية وقفت قدام المدرسة وإيدي اتصدم لما شاف سارة خارجة. سارة راحت البيت لوحدها والعربية ابتدت تلاحقها لحد ما عدت جنبها كأنها عايزة تقتلها. سارة شافت العربية وراها تاني وجريت على السكوتر بتاعها بسرعة، وإيدي كان بيعيط ويعتذر بكل الكلام الحلو اللي يعرفه. ده ما كانش كفاية لويليام اللي خلى العربية تسرع أكتر. إيدي من كتر اليأس مسك مسدسه وحاول ينتحر، بس المسدس كان فاضي.
ويليام خلى العربية تتهرب من سارة في الوقت الصح، وشرح إنه شال الرصاص لما كان بيخيط جروح إيدي. طول اليوم إيدي قعد ساكت وويليام بيشتم في النظام، ولما جه الليل إيدي انفجر، شال الكاميرات كلها ورمى التابلت على الأرض لحد ما اتكسر. العربية ما وقفتش، فإيدي بص على صور سارة في موبايله وسجل لها رسالة مؤثرة بيعتذر فيها لأنه ما كانش أب كويس، بس ما قدرش يبعتها عشان الإشارة في العربية لسه مقطوعة. بعد شوية العربية وقفت في موقف عربيات تاني، وويليام نزل شباك العربية وسلم على إيدي. إيدي خاف وحاول يهاجمه، بس ويليام فضل يصعقه بالكهرباء لحد ما يهدي. بعد ما رش شوية عطر عشان يشيل ريحة البراز، اداله شوية أصفاد وقال له يلزم إيده بيها. في الأول إيدي رفض، بس لما ويليام صعقه تاني اضطر يمشي معاه. بعد ما ربط إيده في العربية، ويليام ركب العربية وحط شنطة في الخلف وبيرجع الطلقات للمسدس، وسمح لإيدي يدخن سيجارة وساب له شوية جيلي بيرز عشان ياكلها. بعدين شغل موسيقى كلاسيك وبدأت العربية تمشي. في الرحلة إيدي كان بيسأل كتير عن بنت ويليام، وده خلى ويليام يوقف العربية كام مرة عشان يخلي إيدي يضرب دماغه في التابلت. ويليام بدأ يفضفض عن الجيل الجديد، وكشف إن بنته ماتت بسبب حرامية حاولوا يسرقوا عربيته، حتى إنه حط مسدسه على دماغ إيدي وهما بيتخانقوا حوالين معنى العدالة. وأثناء كل ده إيدي ماسك رجله جوه صندوق القفازات لحد ما قدر يضغط الزرار ويطفي الكهرباء. العربية خرجت عن السيطرة ووقعت من على جنب جرف، وضرب إيدي أنفه في التابلو. ويليام بالغلط أطلق رصاصة، والرصاصة ارتدت من شوية شبابيك وبتضربه من وراه. بعد ما العربية دارت ونزلت من الجرف، وقفت جنب النهر والاتنين فقدوا الوعي. الصبح الموبايل بعت الرسالة عشان نظام التشويش وقف عن الشغل. إيدي بيصحى الأول وبدأ يحاول يفك القيود، وقدر يحرر نفسه بنفس اللحظة اللي ويليام صحي فيها، وبدأت معركة بينهم. بكل غضبه المتراكم إيدي ضرب ويليام وجهز المسدس عشان يطلق، لكن فجأة تليفونه رن وكانت سارة بتتصل. ويليام قال له يرد، وإيدي سمع صوت سارة وهي بتقول إنها قلقانة جدا لأنها سمعت رسالته. إيدي طمنها إنه بخير ووعدها إنه هيجي ياخدها بعدين. فجأة موتور العربية اتولد فيه نار، وإيدي طلب من ويليام يفتح الأبواب، لكن ويليام قال إنه كان ممتع ومات. بعد كده إيدي فتح الشنطة تبع ويليام ولقى فيها شاكوش كان قوي كفاية عشان يكسر الشباك. أخيرا إيدي خرج من العربية قبل ما النار تلتهمها كلها، ماشي بعيد وهو ماسك ورقة اليانصيب اللي كسب بيها، وترك جثة ويليام بتحترق. لما وصل على الطريق سواق شافه وكان دمه نازل وجاله عرض يوصله. بعد شوية إيدي راح ياخد العربية اللي بتاعت الفان، لكن الميكانيكي كان لسه بيخلص التصليحات. مش عايز يتأخر، قرر يبيعها للميكانيكي وخد بدلها عجلة وركبها على المدرسة. وفي النهاية إيدي اتجمع مع سارة وعمل لها حضن قوي جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الملخص. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.